حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة كان تأثيرها كبير قوي على قلبي قبل ما يكون تأثيرها كبير في طعمها عليا. الأكلة دي وأنا أول مرة أعملها لأنها كانت دايما بتجيلي جاهزة. الأكلة دي فكرتني بأمي الله يرحمها، لأن هي كانت دايما بتعملها لنا وتبعتها لنا وتدي كل واحدة كده ما تستنى اما تروح لها وتديها الكيس ونصيبها فيها في كيس. فكرتني بيها وهي كانت بتقعد تدق فيها بالهون وتعملها بكل حب، وكنا لما تقعد تحمرها كنا نقعد نلقط منها كده وما نسيبلهاش حاجة تطلعها إلا كنا نلقطها وناكلها. الأكلة دي فكرتني بأيامها الجميلة. عايزة أفكركم إن أمي كنت سجلت معاها في القناة أكتر من فيديو وإحنا بنعمل الكحك والبسكوت، وكانت بتغني فيها بصوتها الجميل الأغاني الشعبية التقليدية بتاعتنا. هسيب لكم روابط الفيديوهات دي في صندوق الوصف، يا ريت تتفرجوا عليها وتسمعوا صوتها الجميل وتترحموا عليها وتطلبوا لها الرحمة من ربنا. يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف هنعملها ازاي على طول. وزي حيرة كل يوم هنعمل ايه على الغدا. انا كان عندي نص كيلو لحمة مستوردة، اللحمة دي برازيلي. قعدت افكر اعمل ايه، عايزة اعمل اكلة يعني توفر معايا يومين على الاقل وما تستهلكش معايا كمية كبيرة من البصل. ولقيت كده ربنا الهمني ان انا اعمل بيها شوية كفتة رز. كان عندي هنا ربع كيلو رز مطحون وبصلاية واحدة و3-4 فصوص توم وكام حزمة خضرة. قلت على طول هي دي بقى اللي هتنفعني، ممكن اكل منها تعمل لي اكلتين 3 على الاقل. مسكت البصل والثوم والفلفل الاخضر على طول كده في الخلاط، طحنتهم كويس ولازم اتاكد ان هم انطحنوا كويس. وبعد كده هنزل عليهم بربطة كزبرة وربطة بقدونس وربطة شبت، شلت العيدان بتاعتها واستخدمت الورق، وبرضو طحنتهم مع البصل والثوم والفلفل الأخضر طحنة كويسة. لازم أتأكد إن هم انطحنوا كويس. الكفتة دي بتحب كل حاجة فيها تكون ناعمة جدا. اديتها كده تقليبة أساعد الخلاط إن هو يطحنهم، وبعد ما اتأكدت إن هم انطحنوا كويس نزلت بربع كيلو الرز. يبقى أنا استهلكت لنص كيلو اللحمة ربع كيلو رز. أنت ممكن تحطي على نص كيلو لحمة نص كيلو رز، لكن الربع كيلو رز بيديكي طعم مظبوط جدا، بتخليها ما تنفش منك وتحتفظ بشكلها. طبعا لقيت ان الخلاط مش هيمشي مع اللحمة على كل الحاجات دي. قلت انزل بالرز والخضرة اللي انا ضربتهم مع بعض في طبق وانزل عليهم بكمية اللحمة المفرومة. وقبل ما احط ايدي بقى في اللحمة دي عشان اعجنها كويس قلت اتبلها بالمرة. على طول هنزل فيها كده بمعلقة مليانة فلفل اسود، دي اكتر حاجة انا بكتر منها الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة كزبرة حصى وشوية بهارات لحمة. كل الحاجات دي يا جماعة كده يعني مش لازم يعني زي ما بقول تكتري شوية تقللي شوية براحتك. ومعلقة صغيرة شطة ونص معلقة كمون، وكمان الملح حطيت كده معلقة كبيرة ملح وهندوق ونظبط الملح بتاعنا. وكمان حطيت معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر. المكون ده هو اللي هيخليها هشة ومش مكتومة من جوه. بعد ما حطيت كل البهارات اللي اقدر عليها هعجنها كده عجنة بايدي، اخلي كل الخضرة والرز تختلط باللحمة بالشكل ده. وبعد كده هاخد اللحمة دي افرمها بقى حتة حتة في الخلاط. انا عايزاها تكون ناعمة جدا. اشيل كده جزء جزء، شايفين كده لسه ما اتفرمتش كويس بس ده يعتبر اول وش. هاخد حتة حتة اديها كده، يعتبر ده الوش الاولاني لسه، واطلع علشان ما اضغطش على الخلاط بتاعي ويبوظ مني. هحط حتة حتة. وبعد ما خلصت كده الوش الاولاني لقيتها لسه كده اللحمة باينة ولسه الخضرة والرز ما اختلطتش باللحمة كويس، فانا هديها وش تاني. هفضل اضرب فيها لحد ما احصل بقى على القوام ده. شايفين بقت طرية جدا وكله اختلط ببعض، لا في رز باين ولا لحمة ولا خضرة اصلا. لقيتها كده محتاجة شوية ملح، ظبطتها تاني. وطبعا قبل ما اشتغل فيها واصبع قلت اظبط بقى دماغي بكوباية شاي بالنعناع عشان ايه لسه قدامنا موضوع كبير. جبت طبق فيه شوية زيت والصينية اللي انا هصبع فيها، وعلى طول خدي كده قطعة صغيرة وابرمي في بطن ايدك واعملي صوابع الكفتة. بنصحك انها ما تعمليهاش كبيرة وما تعمليهاش تخينة،
كمية الرز على اللحمة دي بتضمن لك إن عمر ما الصباع لو قعد يومين 3 في الصلصة لا هينفش ولا هيفك منك. شايفين؟ دايما مسحة زيت كده ببطن إيدك، ابرمي كده على طول، الصباع يبقى صغير ورفيع، ما يبقاش رفيع قوي يعني، بس كده. شايفين الشكل ده؟ كده مقاس حلو جدا. اهم حاجة ان انتي تبلي كده بطن ايدك بنقطة زيت، ولما تيجي تبرميها تبقى ببطن ايدك بعيد عن صوابعك زي ما انتوا شايفين كده. لو لقيتي بقى الصباع كبير شوية بتصغري، صغير بتكبري، المهم بتحاولي تظبطي ايدك ان كلهم تقريبا يكونوا قد بعض. وطبعا ما ننساش ناخد كده بق الشاي واحنا بنشتغل. وما شاء الله كل ما تاخدي من الخليط ده تحس ان هو بيزيد، يعني ما شاء الله تحسي كده ان فعلا الاكله دي متهيألي زي ما انا قلت في الاول مفيش دوله عربيه بتعمل الاكله دي غيرنا احنا، اللي هي كفته الرز دي. الاكله دي تضمن لك تعملي منها على الاقل 3 اكلات على حسب طبعا عدد افراد اسرتك. انا بقى هكمل كل التصبيع ده واشوفكم بعد ما اخلص. زي ما بقولك ما تكبريش الصباع، خلي كده تقريبا كله مقاس واحد. ما تكتريش الزيت في ايدك برضو وما تقلليهوش قوي. وما شاء الله ما شاء الله لقيتني عملت الصينية بالشكل ده، ولسه تقريبا فاضل نص الكمية. ما شاء الله شايفين الصوابع كلها تقريبا قد بعض، حجمها كويس، وببرمها كده ببطن ايدي بتطلع لي مبرومة بالشكل ده. وكملت انا بقيه الكميه، والنص كيلو لحمه عمل لي كل المقدار ده من كفته الرز بلونها الجميل والخضره والبهارات المميزه ليها. وبعد ما خلصنا مرحله التشكيل هندخل على طول في مرحله التسويه. الطاسه بتاعتك بقى على النار فيها شويه زيت سخن، وتنزلي بكميه الصوابع اللي هتحمريها. تخلي بالك كده وانت بترمي الصوابع في الزيت، وعلى طول بتقلبي فيها لانها بسرعه بتاخد لون سريع. ما تطلعهاش وهي لسه لونها فاتح، اصبري عليها لما تاخد لون شوية علشان لما تستوي في الصلصة ما تفكش ولا تنفش منك. اهم حاجة اوعي تسيبي ايدك وانت بتقلبي لحد ما تحصلي على اللون الجميل ده. هتشيلي حبة وتحطي حبة على طول، هتلاقيها ما بتاخدش منك اي وقت. يعني لما افتكر الله يرحمها وهي كانت تقعد تدق مرة واتنين وتعيد الوش مرة واتنين في الهون، ودراعاتها يا عيني توجعها، بس كان على قلبها زي العسل. شوف احنا عملناها في الخلاط ما خدناش اي مجهود، وكمان ولا في البرم ولا في التحمير، لكن هم كانوا بيشقوا هم بيعملوا الحاجة دي، بس كان طعمها بيطلع ولا أروع. الله يرحمها تعبت كتير عشاننا، لكن مش هقدر اقول الرب يرحمهما كما ربياني صغيرة. طبعا على طول بقى هنشتغل في الصلصة. خلصنا كمية الكفتة وحمرناها، على طول هنشتغل في الصلصة. خدت شوية زيت من اللي أنا حمرت فيهم، نزلت فيها كده ببصلة صغيرة وابتديت أدبل فيها، وبرضو هنزل بشوية من التوم المطحون مع شوية فلفل أحمر. بمجرد كده ما لونهم يدبل هنزل بمعلقة صلصة صغيرة عشان تديني اللون وتقل القوام. وبعد كده هنزل بشوية طماطم فريش سلقتها وضربتها وصفتها، وهسيبها كده لما تشكشك على النار. وقلت بالمرة بقى أتبلها، طبعا طماطم يعني شوية سكر وشوية ملح، وهسيبها لما تتسبك. قلت بقى على طول بالمرة أعمل شوية رز بالشعرية، شوية زيت ذرة نزلت عليهم بشوية الشعرية، ايدي فيهم كده على طول لحد ما احمروا، وهنزل بكوبايتين رز. كل كوباية رز بتاخد كوباية مية، بس قبل ما اضيف المية اللي انا بسخنها على النار هقلب كويس جدا، وهنزل بالمية واحط الملح بتاعي واسيبه لما يتشرب. ولما الرز يتشرب يا سلام لو تنزلي عليه كده بمعلقة كبيرة سمنة بلدي، ما تقلبيش، سيبيها لما السمنة كده تسيح فيها، وبعدين اديها تقليبة ووطي النار وسيبيه لما يكمل سواه. كانت الصلصة بتاعتنا هنا اتسبكت، نزلت عليها بشوية شوربة. وقبل بقى ما احط الكفتة قلت اقسمها الاول. رحت جايبة اكياس التلاجة، لقيت ان الكمية دي عملت لي 4 أكياس كفتة. انا هاخد منهم 1 اطبخه ويتفضل معايا 3 أكياس، يبقى كده الاكلة دي نص كيلو لحمة عمل لي 4 أكلات اكون مزنوقة فيهم، اطلع اي كيس وبسرعة اعمل شوية كفتة رز. رحت نازلة على طول كده بالكفتة في الطماطم اللي انا حطيت عليها شوية شوربة،
وكنت مقطعة 2 بطاطس 3 بطاطسات زي ما انت عايزة مكعبات، ورحت حطاهم عليها بالشكل ده، وهسيبها لحد ما البطاطس مش تستوي نص سوا، وراح طافية النار ومغطية عليها لحد ما توصل هي مع الحرارة للسوا المظبوط. ولما سبتها هديت كان القوام بتاعها رائع والبطاطس مظبوطة جدا. تعالوا بقى نغرفها كده. انزلي بقى بكمية البطاطس واللحمة بشكلها والكفتة بشكلها الجميل ده. البطاطس مظبوطة جدا، انا بطفي النار وهي 3/4 سوا، لان الحرارة بتاعت الحلة بتسويها للدرجة المظبوطة بالشكل ده. هنكسر اللون كده بحاجة خضراء. وبصراحة ما قدرتش استنى وقت الغدا، خدت معلقة رز مع شوية من البطاطس والكفتة مع حتة ليمون مخلل، وقلت من ريحتها وشكلها ما قدرتش استنى. ومع كل معلقة كده وانا بدوقها كان لازم اقول الله 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 يا سلام. ودي الأكلة اللي عملناها ما خدتش مننا مع أي وقت، بالعكس دي وفرت لنا كتير وقت. من نص كيلو لحمة عملت 4 أكياس من الكفتة، هتسد معايا في أي وقت أنا مزنوقة فيه مش عارفة أعمل إيه، أطلع الكيس وبسرعة أعمل شوية كفتة. وكمان البطاطس بتعمل كده، بتزود الكمية وبتبقى أكلة ولقمة هنية. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى أن انتوا تجربوها. سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.